أكيد الناس كلها اتفرجت على الحلقة المأساوية اللي التقى فيها الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق مع الكابتن نادر شوقي وكيل اللاعبين في الدوري المصري. الحلقة كانت صدمة لناس كتير جدا. ليه؟ مش بس ان الحلقة كانت فيها قصة حياة لاعب غلبان ضباط الجيش ونادي طلائع الجيش حطوا في دماغه لغاية ما الولد اتهرس هرس، وصل ان هو من كتر الضغوط النفسية حصلت له أزمة قلبية في الملعب، وبعد كده توفاه الله بعديها ب4 شهور. الفكرة ما كانتش في كده، الفكرة كانت ان الحلقة صادمة، ان الناس ما تعودتش بعد 10 سنين من القمع ان يكون في حرية اعلام، وان تكون الحلقة صادمة لهذه الدرجة. وده يوريك قوة لما حلقة طلعت منهم غلط، فيها ديمقراطية وفيها حرية اعلام وفيها الناس تحكي وتتكلم عن مصايبها وعن مشاكلها وعن الظلم اللي بتتعرض لها، يوريك ان ده قد ايه بيبقى صحي لتصحيح المجتمعات. طبعا الحلقة دي بعد ربنا يستر على الكابتن ابراهيم فايق وعلى الكابتن نادر شوقي، بعد الحلقة ديت هم كده ممكن يبقوا في طي النسيان. وبالمناسبة كابتن ابراهيم فايق اعتذر عن حلقة النهاردة، وما تفهمش فعلا الحلقة دي طلعت ازاي. وحتى كابتن نادر شوقي هو وابراهيم فايق بيقروا على الهوا، وهتشوف ده معايا في الفيديوهات، ان هم جالهم اكتر من 50 مكالمة، وحتى اثناء الفاصل في الحلقة بتحذرهم من الاستمرار في الحلقة. خد بالك احنا هنا بنتكلم عن لعيب كوره، يعني شخصيه عامه معروفه، واحد لابس الله يرحمه تيشيرت منتخب مصر، يعني انت بتتكلم في لعيب كوره ناس كتير قوي تتمنى تخدمه، علاقات، يعرف لواءات، يعرف ناس مهمه في البلد بحكم ان هو لعيب كوره مشهور. تخيل الناس البسيطه والشباب الغلابه لما بنصحقوا في البلد ديت بيبقى وضعهم عامل ازاي، ولا حد بيبقى عارف ان هم حتى اتداسوا تحت الجزم، ولا حد بيسمع عنهم. بس كده الاعلام استخدم ابواقه وطبالينه في تحطيم الولد معنويا قبل ما يتوفاه الله عن طريق استخدام احمد حسام ميدو او كابتن حميدو في الفيديوهات اللي هتشوفوها معانا في الحلقه. انت مهتم تتفرج ايه اللي حصل وتعرف ايه بالظبط اللي حصل وقصه احمد رفعت؟ حضر قهوتك وتعالى معايا في يلا على وول ستريت. أزمة اللاعب أحمد رفعت ابتدت في ماتش مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري في شهر مارس من حوالي 4 شهور. في الدقيقة 88 كان الماتش ماشي عادي جدا، وفجأة أحمد بدون أي حد ما يتدخل معاه الولد وقع على ظهره مخشيا عليه، وشالوه بعربية الإسعاف وقالوا إنه حصلت له هزمة قلبية، وللأسف نقلوه بعد نص ساعة من أزمته الصحية، وده يمكن والله أعلم عمل له مضاعفات. بدل البهوات ما يسيبوا الولد الغلبان في حاله، بدأوا يزقوا عليه أبواق الإعلام بتاعتهم متمثلة في كابتن أحمد حسام ميدو أو كابتن حميدو، اللي طلع قال على الولد ان هو بياخد منشطات، وقال لك ايه بياخد مكملات غذائيه اللي هي ممكن تبقى كذا، قالها كده على الهوا زي ما هتشوف معايا في الفيديو دلوقتي. كان بيلعب في فيوتشر ومشي من فيوتشر راح الامارات، اتباع للامارات. راح اتباع ولا اعاره؟ اعاره الامارات. اعاره الامارات هو، بس كانت اعاره طويله على فكره، يعني بتهيألي كانت اعاره 2 حاجه كده. فالولد عايز يجهز بسرعه، يعني بقى 4 شهور ما اتمرنش، ضغط على نفسه، فابتدى ياخد سبلمنتس، ابتدى ياخد بعض المكملات الغذائيه اللي تقدر ان هي توقفه على رجله في اسرع وقت ممكن. وهنا رساله للعيبه، لان الموضوع ده موضوع مهم جدا. اتكلمت فيه قبل كده؟ انا اتكلمت فيه مليون مره. انا فاكر بتاع اللي بتحط يعني. لا دي حاجات فيها نيكوتين وبتاع، بكلمك في مكملات غذائيه، حاجات بقى بتبقى فات بيرنرز وحاجات عارفها طبعا. عارفها، وحاجات بتبقى فيها كذا. تعالى بقى نسمع مع بعض. الصحفي ضياء بقى كانت قال عليه على صفحته على الفيسبوك، بيقول: على مسؤوليتي وما يشغلنيش حد غير ربنا، يا ريت الكل يقرا الكلام ده اللي انا هقوله عن معرفه وعن رؤيه، مش مجرد كلام حد حكالي ولا كلمتين كوبي بيست، دي شهاده حق مني قدام ربنا، والله على ما اقوله شهيد. نادي طلائع الجيش سبب كبير في تدمير نفسيه احمد رفعت الله يرحمه، والنادي دايما لو لاعب مش على هواه انه يروح او وافق انه يلعب في الفريق، اقسم بالله بينحبس وبيتهان. طلائع الجيش حبسوا احمد رفعت 6 شهور بتهمه التهرب من الجيش، وقدام عيني اقسم بالله كان في لعيبه بتعيط قدام عيني المدير الكره بطلائع الجيش عشان يكملوا مسيرتهم زي ما هم عايزين. ده مره عمرو جمال مهاجم فاركو والاهلي السابق كان مسافر يلعب في الصفاقسي ومسافر تونس من مطار فرنسا،
اقسم بالله جابوه مترحل وبقى بيعيط بالدموع عشان ما يحبسوهوش، وفي الاخر لعب في طلائع الجيش. ومره مع ميدو جابر مضى في سيراميكا قبل ما يروح المصري بكتير، وبعد ما مضى من السيراميكا وخارج من التمرين في الدفاع الجوي يقوم طلائع الجيش باعتين عربيه تويوتا متفيمه تخطف ميدو جابر وحمسوه لحد ما مضى في طلائع الجيش. دلوقتي هحاول اخد معاك اهم المقتطفات اللي استوقفتني انا شخصيا في لقاء كابتن نادر شوقي مع ابراهيم فايق. كابتن نادر شوقي بيشير لكلام بمنتهى الذكاء، بيقول له احمد رفعت لما كان قاعد معاك يوم 23/6 كنت انا فين؟ كنت انا هنا، قصده ورا الكاميرا. بيقول ايه بقى؟ كنت بحاول احجمه انه يتكلم. انت متخيل واحد جاي له ازمه قلبيه وقع في الملعب وحبسوه في السجن الحربي 6 شهور وبهدلوه ومرمطوه، وباعتراف كابتن نادر شوقي هو ما عملش فلوس من الكوره، وكمان كابتن نادر شوقي جاي معاه الحلقه عشان يحجمه انه ما يتكلمش يحكي ربع اللي حصل معاه بالحقيقه. انت متخيل قد ايه دي دوله خوف وقد ايه ده نظام عامل رعب للناس؟ انا عارف ان المصاب صعب. احكي لي ايه اللي حصل. في ايه؟ لا كان رفعت كان قاعد هنا من يوم 23 صح؟ صحيح حصل. تمام. كنت انا فين بقى ساعتها؟ انا كنت فين؟ كنت واقف هنا، كنت بحاول احجمه ان هو يتكلم. بس يلا الله يرحمه، اكيد في حته احسن دلوقتي. حاولنا نعمل كل حاجه عشان رفعت يرجع طبيعي تاني، بس فانا جيت لك هنا عشان في حاجه في رقبتي. اتفضل انا تحت امرك. محمد اتفضل. شقيقي الكابتن احمد رفعت. يا محمد بقاء لله يا حبيبي. بقاء لله صديق مش صديق. بقاء لله يا حبيبي. سلام بالله. شد حيلك وقول له الحمد لله على كل حال. هو انا بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن نادر بخصوص انت قلت طبيا احمد رفعت. الحمد لله الناس ما قصروش معاه طبيا، بس الادب بتاع احمد رفعت عايز نفسي، ومش هتكلم كتير بس انا هذكر اسم حد يتسال ده بعد اذنك طبعا، وانت عارف الموضوع ده كويس قوي يا كابتن نادر، وكابتن ابراهيم فايق برضه لازم يمكن هو عارف الموضوع يعني. فلو تسمح لي يا كابتن نادر اقول اسم شخص، هل ممكن؟ يا ابني انا هخليك ما تسكت يا ابني. انا ما اقدرش. انا مش هقول ايه اللي حصل، بس انتوا سالوا احمد بيه دياب ايه اللي حصل في احمد رفعت بسببه. مين؟ احمد بيه دياب. تمام. سالوه ايه اللي حصل في احمد رفعت بسببه، ومش هتكلم اكتر من كده. هو يطلع يقول انا عملت ايه في احمد رفعت، او احمد رفعت معايا نفسيا في ايه، او ايه اللي حصل في احمد رفعت. تمام. ان انت مش هتتكلم ليه يعني؟ الناس افتكرت ان انت مش هتتكلم، الناس افتكرت انه لا انا اتكلم بس انت بقى بعد البرنامج ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد البرنامج. انا ما عنديش اي فكره بس ده خلاص انا كده ارتحت ومش زعلان ان انا قلت وانا عارف وانت عارف كويس قوي ان انا جاي 50 تليفون عشان ما اجيش هنا. انا شخصيا عارف صح؟ عارف. اصل الراجل ده مش هو الناس الراجل ده هتلاقي في المنام يا معلم. اقول لها قلت انا قلت خلاص عملت اللي عندي. اقول لك نادر هيثم دكتور اشرف النادي، انا نادر اهو قدامك. عندك اي اسئله ليا تانيه؟ لا. بس حد عايز مني حاجه تانيه؟ لا. ممكن امشي؟ ممكن امشي بقى زراعه على الطريق؟ شكرا. هتيجي يفك عارف. ملحوظتين كانوا على الجزء ده. الاول كانت دموع كابتن نادر شوقي. الراجل دوت انا اول مره اشوفه في حياتي، اول مره اسمع عنه. انا طبعا كنت اسمع عنه كوكيل لاعبين لكن كنت عمري ما شفت صورته ولا اعرفه، بس الراجل في دموعه تحس جوه دموعه بالصدق الشديد، وان هو جاي يستتيب الى الله، فعلا جاي يستتيب الى الله، وجاي يقول انا بريء من دم الراجل دوت وهقول اللي اعرفه بما يرضي الله عشان انام على المخده مرتاح. دي كانت اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه، احمد رفعت واخوه محمد رفعت لما بيتكلم عنه بيتكلموا عن ان احمد دياب هو السبب. يا جماعه احمد دياب هو الكحول، واللي ما يعرفش الكحول اللي هو واحد بس كده محطوط واجهه عشان يشيل الليله، لكن النادي هو نادي طلائع الجيش، والنادي هو اللي مملوك للمجلس العسكري. واحمد حتى احمد دياب
دلوقتي هو رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر، اللي هو معروف ان هو يخضع للمخابرات العامه كليا وجزئيا. انا اسف والله على محتوى الحلقه المزعج والسيء، والناس عارف ان الناس بقتش محتاجه فقر فوق فقرها وقهر فوق قهرها، بس للاسف هو ده حال بلدنا. انا ما بجيبش حل فنزويلا وبناقشه ان هو ده حال مصر، ده حال مصر والمصريين. ربنا يهونها على الجميع. ويا جماعه محدش هيغير حاجه الا بايده، اوعى تفتكر ان في حد هيقدر يغير لك حاجه. واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.